اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ هنصلي على رسول الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناه. النهارده معانا زي ما انتم شايفين كده سمك، بس السمك النهارده فيه تحدي. ماشي، مرات ابني اتبرعت ان هي تنضفه. ماشي، تعالوا نشوف دلوقتي، انتوا هتشوفوا بعينيكم هي نضفته، بس هتقولوا لي او تكتبوا لي في التعليقات اديها كام من 10 على تنظيفه. ماشي، انا هستنى منكم ان انتوا اللي تقولوا لي اديها كام من 10 على تنظيف السمك. ماشي، انا هبدأ كده بس. يعني كنت بادئه ان انا اقصقص كام واحده كده، راحت هي قالت لي لا سيبيه وانا ايه هنضفه. فطبعا كده بنشيل بس الزيادات اللي فيه كلها، كلنا عارفين ان بنشيل الزيادات بس اللي في السمك كده، وبنقشره بنشيل القشر من عليه وبنفتح بطنه وبننضفه وبنخليه ايه زي الفل. ماشي، خلاص كده بالطريقه دي. طبعا هي دلوقتي هتاخد مني السمك وهتروح منضفه، وتعالوا نشوف بعد ما هي تنضفه هنشوف هتعمل فيه ايه. انا بس وريتكم اول واحده كده، شايفين السمك عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، والله السمكه كانت فعلا مليانه وجميله. شوفي هي دخلت معايا دلوقتي بتنضف معايا السمك بقى، وقالت لي ايه انا اعمله لك. فسبتها بقى هي تنضفه وتعيش حياتها كده، ورحت ماسكه الكبه بتاعتي، حطيت فيها قرنين شطة وقرن فلفل أحمر وراس توم كبيرة كده قشرتها، ورحت جايبها ايه حاطة فصوص التوم اللي أنا قشرتها في قلب الكبة برضو، وليمونة كده بحالها بقشرها، مش هتمرر ولا حاجة، بس أنا بحب أحطها بقشرها بتدي طعم جميل. وعودين بقدونس برضو بحطهم في قلب الحشو بتاع السمك، يعني في قلب الدقة كده، وبحشي بيهم السمك. بص بيوديك في حتة تانية. ومعايا كزبرة وكمون، ومعانا معلقة خل، ومعانا بسم الله ما شاء الله حبة ملح. وكده بنضرب الكلام الجامد ده كله مع بعضه. ديت كانت الكزبرة الناشفة، وبنضرب الكلام ده كله يا جماعة مع بعضه في الكبة. بعد ما بنضربه كده في الكبة تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه بقى في السمك. ماشي، ديت كانت معلقة بابريكا بس حطيتها. بصوا بتودي صراحة الدقة في حتة تانية. بوريكم ان الكبة كلها ضربت يعني عملت الدقة وسابت حتة الفلفل دي، معرفش ليه سابتها. المهم ان احنا دقناه كله يا جماعة، ضربناه كده في الكبة كله. عايزة تدقيه في الهون مفيش مشاكل ويبقى طعمه جميل برضو. طبعا نضفنا السمك واتنقع. وبصوا بقى انا عايزه اوريكم شايفين عملته ازاي. صراحه بسم الله ما شاء الله كانت مخلياه ورد. انا اقول لكم انا اديت لها كم من 10؟ انا اديت لها 10 من 10. المجموع دوت حلو عليها ولا قلل لها؟ عرفوني ان كنتوا عايزين اقلل لها اقلل لها عادي، يعني انا مش بتهز ولا بخاف. طيب دلوقتي بمسك السمك بتاعنا كده بحشيه بالدقه بتاعتنا الجميله ديت، ورحنا ايه حاشينه كله كده يا جماعه بالشكل الجميل دوت. بحب ان انا اسيبه برده في التتبيله ديت قيمه ايه ربع ساعه كده في قلب التتبيله بتاعته، يشرب منها كده اهو بالشكل الجميل دوت. وبروح جايه دلوقتي حاطه طاسه على النار، وتعالوا نشوف بقى هنعمل السمك بتاعنا دلوقتي باحلى تتبيله. معايا دلوقتي دقيق، حطيت الدقيق دوت وبحط معلقتين من الفيجيتار او البقسماط الناعم، وحبه كركم او كاري مفيش مشاكل، بصوا يا كركم يا كاري، وحبه كمون وحبه كزبره ناشفه، ده كله على الدقيق. ماشي، وبروح جايه ماسكه السمك بتاعي مقلبه الكلام ده كله مع بعضه، يعني معلقتين بقسماط ناعم اهو، او معلقتين فيجيتار الموجود عندك حطيه. وبروح مقلبه الكلام ده كله مع بعضه، ونمسك بقى السمك. بس اهم حاجه مش تعملي السمك كله وتحطيه على بعضه، لا، انت هتعملي على قد الطاسه. يعني الطاسه بتاعتك مثلا بتشيل 4 مشاط، بتتبلي 4 مشاط وتحطيهم. بلاش تتبلي السمك وتروحي حاطاه كده كله على بعضه بيعرق على بعضه، مش بيبقى حلو. ماشي، يعني مش تبقى تحطيه في الدقيق وتروحي جايه مكومه على بعضه، لا مش بيبقى حلو خالص. طبعا كده حطيت الطاسه اهيت وحطيت فيها بقى السمك بتاعنا. بصوا كان مدينا لون خطير خطير خطير. جربي تحطي الكاري كده مع الدقيق او الكركم مع الدقيق، هيديكي نتيجه زي العسل كده بالشكل دوت. حطيتها كده في الطاسه وشايفين اللون، لون جميل ومقرمش وجميل خالص يا جماعه. شايفين السمك بتاعنا بقى
وعملنا رز اهوت بتقلية، وعملنا سلطة الطماطم، وكان الاكل بتاعنا تحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم في الاكل الجميل بتاعنا النهاردة؟ واللي متابعيني عارفين ان انا من عشاق السمك، والسمك بتاعنا النهاردة خطير خطير خطير. يا رب يا جماعة يبقى اقول لكم كده كان